ان جميع الدواوين والقرى ديال منطقه الحوز اللي دخلنا لها ما يمكنش السي عادل انك تدخل شي قريه او شي دوار وما تلقاش التشوني ديال الرجاء او علامه الرجاء او اشارب او اي حاجه كترمز لفريق الرجاء الرياضي. كتشوف ان دوك الناس يحبوا فريق الرجاء الرياضي لواحد حب جنوني يا سي عادل. بطبيعه الحال هذا مما لا شك فيه. حنا هذا الشيء شفناه من خلال الروبورتاجات ديال القنوات المغربيه والقنوات الدوليه، ان في اي منطقه في اي قريه متضرره الا ولاحظنا الاطفال والشبان يرتدون قميص الرجاء الرياضي. هذا ليس بالشيء الغريب، لان الرجاء قبل ما يكون فريق بيضاوي فهو فريق مغربي عنده مشجعين في جميع مناطق المغرب، سواء في القرى وفي البوادي او في المدن. فريق اللي عنده مشجعين في العالم كامل في القارات الخمس، هذا ليس بجديد، بل فقط تأكد للبعض المشككين أن الرجاء هو فريق يعني فريق يعني غير في الدار البيضاء. وثبت العكس، ان في القرى اللي ما عندهمش حتى الريزو، ما عندهمش حتى التلفازه بارفوا كتشد غير بالزز، كتلقى الاقمصه ديال فريق الرجاء الرياضي. وهذا شيء يثلج الصدر صراحه، وابان على ان الرجاء هو الاول في المغرب ولا مثيل له ولا منافس له.